العاب السولز. من اوسخ الالعاب اللي انت ممكن تلعبها في حياتك. بدايتي مع العاب السولز كانت مع لعبه سيكرو. اول ما حملت اللعبه حسيت ان انا حملت جوست اوف توشيما بالغلط باين. لو سالتني ازاي هقول لك مش عارف بصراحه. لحد ما اللعبه بدات وفضلت اتسلل زي الحراميه لحد ما لقيت سلاح اخيرا وبدات اقتل في الناس، واللعبه كانت اسهل لعبه لعبتها في حياتي. وحسيت اني فاجر ساعتها نظرا ان انا كنت بسمعه عن اللعبه وقد ايه هي لعبه صعبه بالتشر لحد ما وصلت لبدلوت ده. كملت في طريقي من غير التانية لحد ما وصلت للعم اللي خلاني اخرج شتايم جديده لو اتسمعت. احتمال ابويا جاب مني 3 4 اطفال كده يعني، مش متاكد. بعد الجلوس معاه اكتر من 3 ايام اخيرا خلصت من الفيزين بتوعه، ولسه اقوم عشان احتفل اكتشف ان ليه فيز تالتة اصعب من الاتنين اللي في الاول. يعني بيطلع برق عشان يضربك بيه، موجود بيعمل لك كومبو من ضربات السيوف لو في عيلتك راجل او في شريكك راجل حتى تصد ضربه من ضرباته. وبعد محاولات كتير اخيرا قدرت اهزمه واخلص من العذاب ده. كملت طريقي لحد ما وصلت للفاينل بوس بعد مسيره في لعبه سيكرو امتدت ل3 شهور. ده انا ايشن اوف اشن يعتبر من اعظم البوسات اللي لعبتها في حياتي، وده لانه فخامه وهيبه وفشخني في نفس الوقت بصراحه. وانا بفايت مع العم ايشن اوف اشن بحس ان هو بيسالني وبيقول لي عايز تموت بايه، بسيف او رمح او تحب تاخد سيف يطلع من عينك. وبعد محاولات كتير ختمت لعبه سيكرو بعد 5 شهور في لقطه ابسولوت سينما، وقلت ان انا خلاص فاجر ومفيش لعبه تقدرني لحد ما تقوم الشركه الوسخه فروم سوفت وير نازله لنا بدارك سولز 3. ايه يعني عادي. حملت اللعبه ودخلت على اول بوست على اساس ان انا هباري وكده شبه سيكرو. حطت نيرك من نيرك يا دي يا ابني. وهنا انا خفت بصراحه، بس قلت واكتشفت اصلا ان سيكرو ما كانش زي باقي العاب السولز، واني لازم اتعلم الرول والدوج والا هتصفيها جامد في اللعبه دي. اثناء تختمت الدارك سولز 3 كنت ماشي زي الفل لحد ما وصلت للهيجان ابن الهيجانه ده. انت بتزعلني يا ابن واللي اول ما دخلت عليه لقيت انه قاتل ناس كتيره قوي قبلي، بس كملت ودخلت عليه وكده كمان. وبعد فايت طويل وبعد ما اخيرا هزمته يطلع لي فيس تانية وياخد كل ارواح الجنود اللي هو قتلهم يا ابني الكلب علشان يجي لي بفيس اصعب من الاولانيه. كل ضربه بيضربها بيطلع قصادها نار، ولو راجل صدها. ولو فاكر ان كده اللعبه صعبه حد يقول لهم ان احنا لسه بنسخن، فده ما يجيش اي حاجه قصاد النملس كينج. اول ما دخلت على البوس فايت لقيت دخنه ولا كاني طالع من دش سخن ولسه بقول بسم الله. فضلت يوم كامل ادخله واموت ادخله واموت ادخله واموت. احنا كفرات. بس عارفين ايه احسن حاجه في اللعبه دي؟ ان فيها زوجاتي وحبيبه قلبي، واللي كنت كل ما اتصفى من البوسات بتاعت اللعبه بتكون هي احن واحده في اللعبه كلها عليا. بس رغم ان في بنات حنينه في بنات بنت. تعالى ده انا عايز حد دلوقتي. تعالى يا ابن المرض. انت مين يا ابن المرض؟ يا ابن سيستر فريدة هي البوس اللي خلاني اكسر شاشه البي سي يا ملعون. بس اللي كان بيصبرنا على قرف اللعبه هي المنطقه الجامده فشخ دي. اللعبه اللي بعد كده معانا وهي إلدر رينج، احسن لعبه سولز بالنسبه لي لحد الان. وده لان اللعبه بصراحه تحفه بصريه من حيث العالم والبوسات والفاير كيبر برضه اللي خلتها زوجتي الثانيه. ومن الحاجات اللي بتميز إلدر رينج بقى وهي ان اللعبه عالم مفتوح، يعني لو دخلت على بوس ولقيت ان انت هتطول معاه تقدر تسيبه وتمشي وترجع له في اي وقت انت تحبه. واول ما بدات إلدر رينج دخلونا بخله سنان كالعاده ويقولوا شايف الراجل اللي راكب حصان قدك 3 مرات ده؟ روح اقتله عشان تبدا رحلتك، ولو ما قتلتوش اعرف ان انت رسميا حته ديمه وتبيع جازك وتروح تشوف لك كلب يا ودخلت له قلت احنا هنخيب ولا ايه؟ لحد ما هزمته وكملت طريق في اللعبه لحد ما وصلت للعم رمضان. واول ما دخلت اول ما شفت المنظر ده قلت هما جايبين لي كريتوس وفايته في اللعبه هنا ولا ايه؟ لحد ما بعد محاولات كتير اخيرا هزمته وقمت علشان ارقص لحد ما جات لي I am Melania, Blade of Miquella. اسمع يا ابن المتنين. اللي لو فريدة خلتني اكسر شاشه البي سي، ميلينا خلتني عايز العب مع البي سي كله مصارعه. اضربك يا ابن المتنين.
اكتر بص عذبني في لعبة Elden Ring لحد ما هزمتها ورسميا بقيت الملك والاسطورة والموقر في لعبة Elden Ring. بس حاسس ان لسه في حاجة ناقصة، واعرف ان بلاد بورن هي حصرية على البلاي ستيشن ومش هتنزل على البي سي. يتم تحويش وبيع كلية او خلية بهدف شراء البلاي ستيشن يا ملكة. في النهاية على قد ما العاب السولز صعبة وتراش، الا وان لما بتهزم بوس صعبة او قدك 10 مرات تحس بقورة وثقتك بنفسك بتزيد جامد. بس ده كان فيديو النهارده، لو عجب الفيديو متنساش لايك وسبسكرايب. لو عايزين جزء تاني نتكلم فيه على العاب السولز اكتبولي في الكومنتات ومش هعمل طبعا.